فيديوهات التيك توك. في فيديو النهارده هنفتح التيك توك وهنتفرج على فيديوهات مضحكة أو ميمز مضحكة. كملوا معانا الفيديو لحد الآخر، متنسوش اللايك والمتابعة. بس كده، يلا بينا نبدأ. الله يا عمرو. ها؟ وبعدين انت زعلت مني ليه؟ رجاله معلش الدفعة لو كلها خلصت المنهج وراجعوا أنا وصاحبي قبل الامتحان بيوم. حد يسأل الدكتور معتز هو الامتحان هيجي PDF ولا مقالي؟ يا جدعان، هو الامتحانات دي هتبقى MCQ ديت ولا ميكس هتبقى عادي يو. ولا ايه الدنيا؟ عارفوا نغش يعني ولا ايه؟ مش هتعرف عارف. تغش يا اسطى، ما تخافش. امال يبقى ازاي؟ لما احكي مشاكل الشات جي بي بس تي. عارف لو شتمت مش هشتم، وانت كمان برضه يا حسن بتعصبني وبتخليني اذاكر. يلا نفتح صفحه جديده كده مع بعضنا. امبارح شفت فيديو على النت، قال لك اكتب امر للشات جي بي تي اللي هو ايه، على حسب محادثاتكم اللي فاتت هيطلع العيوب اللي فيك. جلد ذاتي زيادة عن اللزوم. لما تلعب ضد تلعب مع صاحبك النوب. مارتشيلو، يا نعم، بتحب عندك مسك الطبانجة. ومين يصدق؟ وانا قاعد عامل نفسي طبيعي وسط اهلي بعد ما شتمت تاجر قاعدة على النت، وقال لي هستناك تحت بيتك. ومين يصدق؟ عادي، مفيش حاجة. ازيكم يا شباب؟ انا قدام السؤال اختار رقم. المباشر في الامتحان. من 1 ل 10,000. 5. 5. تكسب 5 جنيه. ماشي. اختار رقم من 1 ل 10,000. 10 جنيه. بس استنى، الواد التاني ده ذكي اللي هو قال 10 جنيه ده، لان هو فكر، فاهمين؟ قال بدل هو اداله 5 جنيه يبقى اما انا اقول رقم انا اللي هدفع. فاهميني ولا انا عمال اكلم نفسي؟ عندكم حلو؟ ماشي بتاريخ عندنا حلو. طيب عندكم ايه حلو؟ عندنا اصابع ماركو. السبع. صوابع ماركو دي زي صوابع زينب عندنا كده. ماشي. ماشي، هات لنا منها دي. شكرا. من زمان ما اكلتش اكل حلو كده. الحمد لله. هذه صوابع ماركو. دي صوابع رجل ماركو؟ لقد اكلتم ماركو وهذه اصابع ماركو. يا نهار ازرق. انا اكلت مخاص يا جدعان. عندكم حلو؟ انا لو بقيت ظابط، انا حرفيا لو بقيت ظابط هبقى هي ظابط في التاريخ، مش في مصر بس. امي بتقول لي ذاكر لاخوك الصغير وخلي بالك علشان ما يطلعش معقد. انا مع اول غلطة. ما بتفهمش. ايه زعلان؟ مقهور على ايه؟ لا ده لما امي بتيجي تذاكر لي الضحكة اللي هتضحك انت رايح تركب الطيارة اللي هتخرجك برا مصر. بس ممكن اعيط برضه يا اسطى، انا هسيب قرايبي والناس اللي بحبهم في مصر. الحاجات اللي هتفكرها، الحاجات اللي ايه، الحاجات اللي هفتكرها بنفس الامتحان. وهموت من الضحك وانسى اللي ذاكرته. وانسى الاجابه اللي كانت في دماغي. انا عندي لما مدرس سألني عن الواجب اللي كان في جروب الواتس، تليفون زي بقيه الناس، لكن ما اعرفش يعني ايه واتساب. معرفش يعني ايه واتساب. دخلت استحمى وامي خرجت تشتري حاجات، فقلت يا ماما هات الفوطة، فلقيت ايد بتمد وديتها لي، فبصيت من تحت الباب لقيت رجلي مبهدلة. Deixa time de lado, puxa amigo. يا رب يبقى الخروف اللي هنضحي بيها. انا الفتره دي لما حد يقول لي عامله ايه الفتره فعلا دي، عايش حاله قلق جامده جدا. وانا اول مره احس ان انا مش عارف اتكلم، مش بعمل تصرفات غريبه في البيت، حتى مش مركز خالص في البيت. انا
انا لو بقيت اب لما يقف معاك سؤال اعمل متلازمة غيار، لو سؤالين اعملها مرتين اللجنة. محدش عارف حاجة. ده ايه دي؟ حشرة دي دودة؟ السبب اللي عايز اجيب كلب علشان اعمل اكل بالليل والدنيا خربانة. العيش الفاضي. يا هانم احنا طول عمرنا العلاقة بينا علاقة فيها تحضر، أرجو إنها تستمر كده بدل ما أتهور غصب عني وأمد إيدي في لحظة وأضربك على أم رأسي. لما أجي أشتم المدير هيكز إيه؟ عايز صدق من الشجرة للخلاط. مفيش فرش اكتر من كده. مش شجرة على بقك على طول. صحيت بالليل اشرب مية عادي. اخويا على السير اللي جنبي بيحل حوار معاه في الحلم. يا عم ما تجيب واحد ما عندكش شغل، انت عايز كله عمال في البيت. اشتغل في الأول بنفك مفتاح الأمان، بعدين نرميها على العدو، بعد كده تاخد لك ساتر علشان ما تتعورش. بنفك مفتاح الأمان الأول وبعدين نرميه على العدو. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. وناخد ساتر علشان ما نتعورش. عشان كده ما ينفعش بنت تخش الجيش. انا في المستقبل لما اشوف ابني بيعلم على الاجابه الغلط ويسيب الصح في اخر وقت في الامتحان. يوم ميلادك يوم ما للدنيا انت جيت، يوم ميلادك صوتك ما بيني وبينك حيت، سمعت صوتك اتلخبطت شديت، قلبي اتنفض ما بين ضلوعي ومن الفرحه بكيت. اول ما شفتك الدنيا لفت بيا، ربي حبني ووهب لي من عنده هديه، سرحت فيك ساعات الخمسه الصح دول ما لحقتش اغيرهم. بس الحلو في الصفات، وفي وسط زحمه فرحتي فجاه ناس في مراسي ناس في مقاسي. انا من الناس اللي في مقاسي يا جدعان. شكله عامل ازاي؟ اجاباتي كل امتحان في السؤال المقالي. انا في الانجليزي بحاول ان اشبك الكلام في بعضه واخليه مش مفهوم، بحيث ان هو لما يجي يقرا ده الواد ده حالل ومالي الاجابه ومالي السؤال اجابات، بس هو اللي خطه وحش فاهم. شغل دي بس مش عارف بسقط ليه في الاخر. نايم 3 ساعات. ده انا ما نمتش لسه يا جدعان، مالي نفسي نايم 6 ساعات. نايم 9 ساعات. نايم 3 ايام. نفسي انام يوم في اسبوع كامل. نفسي انام بس مش بدوق النوم. احنا هنا فراعنة، احنا طلبنا فراعنة، احنا مش مصريين. انا فرعون بكلمك. انا فرعون يعني انا دلوقتي فرعوني مش مصري. والله العظيم. والله. منين من فراعنه؟ انا من عائلة رمسيس الاول. من عائله رمسيس الاول. انت اسمك ايه؟ انا اسمي تحوسمس. ابوك؟ ايوه نعم. طيب يقول لك السؤال كم تقيم جمال ابوك من 10؟ 10 من 10. وانت كم تقيم جمال ولدك من 10؟ 6 من 10. انا اتجننت. النتيجة أثرت عليا. البنت وهي بتختار الشخص اللي هترتبط بيه محترم محترم محترم،
باد بوي وتوكسيك محترم. حصل. لازم تلاقيه صايع بيشرب مخدرات، لازم كل يوم يصحى يشتمها. العلماء كل أحلام لها تفسير أحلامي. بتخش على جوجل حلمت النهاردة إن أنا برقص مع كابوري. مبروك أنت حامل. أنا واخد الحياة كلها هزار وضحك لما أجي أقول جملة مفيدة. بس منين نجيب ناس لمعنات الكلام يتلوه؟ أنا بقول إيه؟ نظرة أبويا بعد ما دخل عليا الأوضة عشان يتكلم معايا عن مستقبلي لقاني معلق حبل في النجف. لا ما تخافش يا حاج، أنا كنت بتعلم اليوجا. يوجا؟ لا اسمها إيه؟ الباليه. نظرة مجنون الحارة بعد ما لقاني ماشي في الشارع وبتخانق وبكلم نفسي علشان الشخصية 50 اختلفت مع الشخصية 20 وبقيت مجنون أكتر منه. نوعية الفيديوهات اللي بتموتني ضحك في نفس الوقت بتزعلني. أبويا رايح يجيب نتيجتي، أنا شايل 5 مواد. الواد اللي يظهر فجأة وياخد حبيبتك منك بعد ما بنى مستقبله برا مصر وانت في مصر مش عارف تصرف على نفسك. ولا حتى تسافر برا. لما يجي لي موضوع تعبير عن الخيانة واكتب عن صاحبي المصحف. انت بتبص لصاحب عمرك ومستنيه يتخانق معاك وتبقى خسرت كل الناس. آخر بص الشخص اللي فقدته سابني قبل ما المنبه يرن. بعد كده تتفاجئ ان كل ده حلم وانت ليك صحاب وحياتك جميلة. أبويا بعدها دخل عليا الأوضة وهو جايب لحمة للعيد، لقاني شاوي نفسي. انت علاقتكم بأي حد؟ قال حكيمة ذاتها مرة ايه كلمتين يا ابني علي عندي ربيع. احلى من ياقوت، كنت مصدع يوم ولادتك جيب لي ريفو لما اموت. ساعات بسرح وبسأل نفسي والدماغ تفكر يا ترى هتجيب لي خمرة لما اكبر. هي 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 على الصحاب يلا بوم بوم بوم. كمان كلمتين يا ابني عندي اغلى من الكنافه، غيرت لك زمان قوم شطفني بالشطافه. لما العجز يبدا ينهش فيا ويجور عليا هتجيب لي موزه حلوه تطبطب عليا. علي الفقدان. الكنش كانش كنشل عدو سكه ودغري اشيل وربع مشكل شاشه شكل عوق غلط تضاني في التيلو لو انت سلاحف انا دوناتيلو وليد كله شبرا ويلو يطلع من بلا بلا بيل هتشير لايكاتي هي ايه يا راي. دي دبوسه، دي اللي في ايدي دي دبوسه. اف لا تشكني. الرز الاصفر ده رز بسمتي، يعني ايه؟ يعني انت بتاكل تعمل كده. طب لو في رز ضحكاتي تعمل كده. اموت الدبانه عامله معايا الصح، يعني بختار الاجابه اللي الدبانه بتقف عليها. يعني الدبانه احسن من الطالب اللي قدامي لان بقول له السؤال الرابع قال لي ماله. امتحان انا بعد ما اتعالجت مره بالاجتماع الحته دي يا جدعان بتموتني ضحك. يا ساتر يا ساتر. صباح الجمال والكريستال يا عمي. صباح الجمال يا مرات عمي، اخباركم ايه؟ ازيك ياما؟ بقول لك ايه يا حجيجه، استر على نفسك كده واقفل الباب. يلا يلا اتفضل اتفضل، خش اتفضل، خش يا مرات حجيجه يلا يلا. وانت ياما عود. عايز اقول ان واجب علينا الامتحان فاضل عليه 5 دقايق ولسه ما حلتش السؤال المقالي. الكلام الهجرسي اللي ههبده. واجب علينا كمواطنين وواجب علينا كبشر، فان شاء الله كل واحد فينا يعمل اللي يقدر عليه. وهقول بس مصر هي امي ونيلها هو دمي. ايه علاقته؟ كان انسان طيب قوي، كانت نفسي الزمن يرجع ويقف تاني قدامي واقول له ان انا بحبه جدا وممتن لوجوده في حياتي بجد. نفسي ده يحصل بس ما قدامناش دلوقتي غير الدعاء. احنا قلنا السلطه عبد قادر، كله يا رجاله، ما نجيلكمش في حاجه وحشه. افتكر لك طبعا
أنا في اللجنة بعد ما غمضت عيني عشان أفتكر إجابة السؤال. ايوه. ودم بالغلط الامتحان يروح عليا. والله قبل كده عيل صاحبي نام في الامتحان مش عارف ليه، صحي في آخر 5 دقايق هبد، كان ناقص له يجي 6 أسئلة ولا 7 أسئلة، نام في الامتحان حرفيا. أنا مش عارف ايه اللي حصل له، صحي في آخر 5 دقايق هبد ال6 أسئلة كلهم. لا ايه ده؟ صاحبي ظبطوه خروجه صحابي ظبطوا خروجه أخيرا ايه، وكله جاي وكله فاضي، أنا بدون سبب مش فاضي. مش هتكمل. والله غصب عني اعمل ايه؟ وانا مستحيل يعني اخليكم مبسوطين على حسابي. أنا أصلا فاضي. يبقى عيب قوي ان انا اقارن بالرجل العنكبوته، ولا مؤاخذه يعني الرجل العنكبوته ده يعني اي ست بيت شاطره في مصر تقدر تجيبه من على الحيطه، لا مؤاخذه بالزعافه بتاعتها. وبقول له أنا ابني بقى عليك وعلى اللي يتشدد لك وعلى الابيض وعلى امريكا كلها وعلى باراك اسامه ويلا هات يا عم. ما هو طفل يا عم. الله، انت هتشتغل انت كمان ولا ايه؟ ايه المستغل اللي انا عايش فيه ده؟ تعال يا اخي شوف ابنك، هو الواد ده حكايته كل ما يشوفني يقعد يعمل حركات كده زي ما يكون متسلط عليا. الواد عبيط. لما البت بتتولد بنعمل ايه؟ اخوها السيد قال نوقدها. بس يا هانم احنا اللي مش عارف ايه. طيب لما تكون حاجة تصعبك على أسرارك تبقى قايل له ما تقولش لحد علشان محدش يعرف، هو أول خناقة ما بينكم. احنا معانا سحر جديد اهو. CD بتاعك. CD بتاعك في كل حاجه. الحالة الآن رايق. أنا رايق دلوقتي يا جدعان، ممكن الفيديو يعدي نص ساعة عادي. ده ما أنا رايق هروق عليكم وأجيب لكم حاجات مطروشات. عم يا حامد. أنا خلاص اتجننت. إيه ده؟ عم أحمد فتح مع عم أحمد. الحمد لله. اخبارك؟ بقالنا كتير ما عملناش مع بعضينا، بقالنا كتير ما لعبناش. ايوه لذلك أنا أدرك يقينا أن درجاتي ليست دليل قدراتي. أنا لا يمكن أختزل قدراتي في ورقة صححت وكتب بجانبها رقم. أنا لا أعتبر نفسي تلك الورقة. الامتحان صعب لدرجة إنك بتمنى المدرسة تحرق في نص الامتحان. الواد اللي وراك طول الامتحان. يا السؤال الثاني، السؤال الثاني ألف. السؤال الثاني بس. السؤال الثاني ألف بس. يلا السؤال الثاني بس. هلا خلاص بقى لسه شايفينك يعني. كلام ما يخشش دماغي. انا بقنع نفسي ان اذاكر 700 صفحه قبل الامتحان بيوم. انت في ايه بالظبط؟ عايز مني ايه يعني؟ قول لي. بقول لك ايه؟ هي انت اقول لك ايه انت عشان خاطر ربنا خلص. ده كلام ما يخشش النجار عجبه بس راح مشان يرجع. يلا بقى يا حبيبي. انا في رجاله كتير قوي تقدموا لي في حياتي، افتكر مين ولا مين؟ في رجاله كتير قوي تقدموا لي. ايه اللي رجاله كتير يتقدموا لي؟ هتعملي لي فيها الكليه الحربيه؟ اتقدمي ولا لا؟ يا حبيبي طالع من الامتحان سمعتهم بيقولوا مين حمار اللي يعملها بيه؟ دي باينة. انا نعملها بيه يا جدعان. بس فجأة تطلع هي اللي صح وهم اللي غلط. تدي نفسك كام بقى من 20 في تحقيق الذات؟ بالتالي ولا اي حاجه خالص. ولا اي حاجه؟ 0 0 يعني من 20؟ ممكن ولا 0 كمان. امال كام؟ مفيش من مفيش. ماينس ناقص يعني؟ يعني اقل. صاحبك اللي بيقول لك، صاحبك اللي بيقتلك ويقول لك مزح. الحركة الأشهر في التاريخ. هي بتقول لك بتحب نروح دهب أو الجونة تصيف مع عائلتها،
وتقول لها وانا كمان. اخوك بعد ما بنى حفاضة عيل شرقاوي في راس البر. انا بصمج اهو بصمج. وانت فين انت؟ فين بلدك وفين جيشك؟ صوتك يوصل لحكومتك. قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب. وانت فين انت؟ انا وانتي ما ينفعش نلعب مع بعض استغماية، عشان واحدة زيك صعب انها تتلاقى. اكتر اتنين وقفوا معايا في فترة الامتحانات. ايه بقى؟ ربنا مدينا 5 حاجات حلوين. ايه هم؟ اللسان والعقل والسمع والقلب. ماشي تمام. ادي كده 4. كده 4. الاخيره ايه بقى عشان نسيب؟ الكبد، الكلى، البنكرياس، اي حاجه. لا والله العظيم. الحب. ماشي. انك تحب الناس الاستاذ معصب على الكل وانت فاطس ضحك بس كاتمك. وجه اخوياك وهو مركز في الشرح يخليك تمسي عند الوكيل. حصل. عايزك بقى تركزي معايا عشان السؤال جاي. ما تقولوش يا شباب الامتحان هيجي مباشر وكله اللي شرحنا الامتحان. ده مهم جدا. عندنا كرتونه فيها 3 كور مكورين وكورتين مش مكورين، وكرتونه تانية مليانه كور فيها كور مكوره وكور مش مكوره. لو جمعنا الكور دي كلها على بعض، ركزي معايا، الكور اللي هتبقى موجوده دي اللي جت في العارضه يوم ماتش بتاع مركز شباب حلوان مع مركز شباب الساحل، كانت اوت ولا اوفسايد؟ بسبب سقوط الدوله العثمانيه. دي قناعتي. لما غشش حد يسألني الإجابة دي جت إزاي؟ وهي فكرة افتراضية تماما ملهاش أي دليل. لا أنا قبل كده غششت اللجنة بتاعتي كلها كمبيوتر وكلنا شلنا ملحق كمبيوتر الحمد لله. ملهاش أي دليل. اتصلنا على سهوك في أيام الامتحانات. يا ابني اتصل بحمزة، أنت اتصلت بإذاعة القرآن الكريم. دي نمرة حمزة يا مغفل. انا عايز حد بس يبقى فاهم ان هو بيتعامل مع شخص مجنون، ومع شخص ممكن ما يبقاش عايز يتكلم خالص، ومع شخص متقلب، عشان حد يفهم ده. بره انطر قبلكاش، بره انطر قبلكاش، بره انطر قبلكاش. انا الشاب النجر يالا. ده انت شاب نجر. ما بروحش مكان غير لما اتوضى واصلي. الكلام اللي ما كانش لميت المنهج ليلة الامتحان ونجحت. حد بيصدقه. الكلام اللي انتقدونا عليه وقالوا الكلام ده مش ممكن يكون منطقي، مش ممكن يكون حقيقي. يبقى احنا صح، بتوفيق من ربنا احنا صح. بنظرتنا اللي ممكن تكون مختلفة عن نظرة ناس كتير جدا احنا صح. حصل. سيدي المضبوط. كيبوردي إذا جيت أكتب. أرجوك لا تحكم الناس على هؤلاء بالقنقون، أقصد احكم عليهم بروحية القنقون وانظر لأفعال المراجيح. بس كده نكون انتهينا فيديوهات النهارده. ما تنسوش اللايك والمتابعة وتكتبوا لنا نعمل فيديوهات عن ايه المرة الجاية. وبس كده، مع السلامة.